السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم، اللي هو الخبز العربي، الخبز التونسي العادي اللي يطيب في الغني. يلا نشوفوا المقادير. عملت سميد كهو، ما عملتش فرينة، يعني قرابة 800 غرام فرينة سميد، معها سكر وخميرة ومعطرات هذيك، يعني حبة حلاوة وبسباس ومخلط. يعني عملت 3 مغارف زيت، ونصب الماء الدافي بشوي بشوي في العجينة. تنجم تعجن بيدك عادي، ومن بعدين زدت الملح. نعمل هكا بشوي بشوي الماء، هكا كي نشوف العجين الكل تلمد نخرجو، نخليه ندهنها بالزيت للصحفة، ونحط فيها هكا ونزيد ندهن بالزيت من فوق. ونغطيه ونخليه يرتاح ساعة ساعة ونص، انت والجو انت والطقس اللي عندك. اذا كانت الدنيا باردة يبقى اكثر، اذا كانت الدنيا سخونة نصيف ساعة تكفي. حضر العجين تخمر، الدنيا باردة شوية ما طلعش برشا. من غير ما نعجنه نقسم لها 4 طروف، نحاول نعملهم يعني نفس الشكل. نزيد خليها ترتاح نصيف ساعة أخرى هكا، نغطيها في بقعة دافية. بعد لا مر الوقت نطرحها، ونغطيها مرة ثانية ونخليها ترتاح. مر الوقت، يعني نصيف ساعة هكا، نسخن الغناي العربي التونسي الأصيل. هذا جاني من تونس هدية. خليه يسخن 10 دقائق قبل، لأنه رزين شوية مش فيسع يسخن. ومن بعد نبدأ نطيب. طبيعي كي الكسرة متاعو والخبز متاعو يختلف على متاع المقلة، يختلف ياسر. كملتهم الكل، ومن بعد نجمعهم هكا باش نقتصد الوقت، ونحطهم نزيد نحمرهم شوي من الجناب، بطبيعة الحال يبقوا بيض.
حاضر وسيء بنين وميتعبش اقتصادي زاده. 800 غرام تنجم تعمل 4 خبزات. يعطيكم الصحة، اعملوا لي لايك وبارك الله فيكم. شكرا، إلى اللقاء أصدقائي الأعزاء في فيديو قادم إن شاء الله. باي.